السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى بينا ندخل على فيديو بتاع النهاردة وقولي رأيكم فيه. ودلوقتي بقى هنعمل الاكل. النهارده هنعمل ستريبس وبطاطس محمره. طبعا احنا عارفين ان احنا بنحاول نعمل اكل صحي او نظام اكل صحي او سعراته الحراريه اقل شويه. فانا هوريكم ازاي هنعمل بطاطس محمره في الفرن، تمام، ومش هتبقى فيها اي اختلاف عن اللي بنقليها في الزيت. دلوقتي انا هعملها معاكم في الفرن عشان لو في حد ما عندوش اير فراير، تمام، يحاول ان هو يعمل الاكل بتاعه في الفرن. وهوريكم الستريبس ازاي هنطلعه مقلي، حرفيا مقلي، واحنا عاملينه في الفرن بس. يلا بينا بقى يا حلوين ندخل على غدا النهارده. اول حاجه كده، تمام، هجيب البلانشا وحطيت بطاطسيتين كده زي ما انتم شايفين، ويلا بينا بقى نقشرهم مع بعض. انا بس هقشرها معاكم، تمام، عشان عايزه اوريكم حجم البطاطسايه قد ايه، عشان ما تنشفش مننا في الفرن. وهنا بقى يا حلوين هنقشرها مع بعض، تمام، زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول ان انا اقطعها تكون عريضة شوية، يعني بصوا السمك بتاعها يكون عريض شوية، لان انا مش هعملها زي البطاطس اللي بقليها في الزيت. طبعا انا هكون متخنة الصوابع اكتر شوية زي ما انتم شايفين كده، عشان ما تنشفش مننا الفرن يا بنات. تمام، بصوا لو تاخدوا بالكم انا مقطعاها عريضه خالص اهي، زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا اوضحها لكم. الصوابع عريضه شويه وسمكها تخين برضو شويه. ودلوقتي بقى يا حلوين بسخن ميه في الكاتل، تمام، لان انا محتاجه ميه سخنه بتغلي. تمام، اهي برضو بوريكم جزء تاني اهو، الصوابع عريضه. ودي بطاطس برفعها عادي خالص، لان انا هعمل جزئين، جزء يا بنات مقلي عادي خالص في الزيت، وجزء في الفرن بطريقه دايت ليا. تمام، ودلوقتي غسلت البطاطس بعد ما قشرتها وحطيت عليها خل وملح، والميه بتغلي اهي في الكتل زي ما انتوا شايفين. هاخدها وهنزل عليها على البطاطس بتاعتي. الطريقه دي يا بنات احنا كده لما بنحطها في ميه سخنه، تمام، بنسهل عمليه السوا بتاعتها. وهسيبها يا بنات خالص لمدة 10 دقايق، مش هاجي جنبها، هفضل نقعها في المية السخنة لمدة 10 دقايق. تمام، بس كده. وهنا يا بنات انا بوريكم الستريبس اللي انا جايباه. تمام، انا جايباه من سو جود. عايزه اقول لكم الستريبس بتاعهم حلو جدا، وكمان الستريبس نفسه قطع فراخ حقيقيه مش معجون، فهو بجد طعمه لذيذ جدا. بس ودلوقتي بقى يلا بينا هنعمل البطاطس مع بعض. اول حاجه كده، تمام، هنجيب صينيه، نتاكد اهم حاجه ان هي ما بتلزقش خالص. تمام، وهاخد البطاطس هفضي الميه اللي فيها تماما، اللي انا كنت نقعاها فيها بالخل والملح، هفضيهم خالص. وبعدين يا بنات هجيب الطبق اللي فيه البطاطس وهحط فيه معلقه زيت صغيره، تمام، وهحط فيه معلقتين ميه كبار او 3 معالق ميه كبار. يبقى هنجيب البطاطس نصفيها في البدايه، وبعدين احط 3 4 معالق ميه كبار، وهحط معلقه زيت صغيره، تمام، زي ما انتم شايفين كده. وهقلبها كويس جدا عشان اتاكد ان هي كلها اتغلفت بالزيت اللي انا حطيته فيها. تمام، زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنزل فيها في الصينيه. بصوها يا بنات واحده واحده، يعني انا مش عايزه مثلا اتنين فوق بعض، لا، انا عايزه كلها تبقى مرصوصه كده زي ما انتم شايفين، تبقى مفروده خالص كده، تمام، عشان نتاكد ان هي اتحمرت من كل الجوانب. بس كده، وهاخدها وادخلها الفرن بقى على الصاج من تحت خالص. تمام، وهسيبها 10 دقايق وبعدين هطلعها زي ما انتم شايفين كده. تمام، هقلبها. بصوا هقلب صباع صباع برضو، معلش هي هتبقى متعبة شوية، لكن بجد في الاخر يكفي ان احنا هناكل بطاطس محمرة بس بدون اقل خالص. وهقلب الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. تمام، وهاخدها برضو وادخلها الفرن على الصاج من تحت. ودلوقتي يا بنات حطيتها برضو شويه، تمام، ودلوقتي هقلبها معاكم.
نتاكد ان احنا قلبناها كلها. بصوا هي خلاص اخدت لون من الناحيه دي، هنديها لون من الناحيه التانية كمان. اهي يا بنات زي ما انتوا شايفين كده تمام، قلبتها كلها على الناحيه التانية. ودلوقتي برضه هدخلها الفرن، بس مش هنحطها على الصاجه من فوق لان الميه يعتبر خلاص اتشربت منها خالص. هحطها على الرف الوسط. بصوا بقى يا حلوين، انا دخلت البطاطس زي ما وريتكم شويه تمام على الشبكه من فوق. دلوقتي هعمل ايه؟ هوريكم بقى الستريبس هنسويه ازاي عشان يبقى محمر معانا ومقرمش حلو جدا. بصوا يا بنات، هاخد مثلا قطعه زي دي تمام. بصوا يا بنات، هوسع كده للبطاطس. طبعا البطاطس لسه ما استوتش بس انا هحطها جنبه تمام كده. هاخد من الزيت اللي في الصينيه تمام. هي احسن حاجه في البطاطس دي ان هي مش بتشرب الزيت بتاعها خالص. هاخد من الزيت كده زي ما انتم شايفين، وهدهن قطعه الستريبس. اهي يا بنات كده الكميه بقى اللي احنا عايزينها براحتنا تمام. هعمل واحده تانية معاكم برضو. هاخد كده من الزيت يا بنات اللي في الصينيه وهحطها تمام، وهدهنها كده. نحاول بس بقدر الامكان نتاكد ان احنا دهناها كلها تمام. انا مش حاطه زيت خالص، معلقه الزيت اللي حطيتها في البطاطس هي اللي خدت منها من الصينيه ودهنت بيها قطعتين الستريبس. وفي الحاله دي بقى هدخلهم يلا الفرن دلوقتي تمام. الستريبس مش هياخد وقت، يعني ممكن من 10 دقايق لربع ساعه بس. والبطاطس برضو قربت، هي استوت، فاضل بس ان هي تقرمش تمام زي ما انتم شايفين كده اهم. هدخلهم بقى الفرن ولما اخلصهم هرجع لكم تاني. وهنا يا بنات عملت سلطه تمام اهي خلاص خلصتها. والبطاطس دي وباقي الستريبس هقليهم عادي خالص لجوزي، لان انا قلت لكم قبل كده طبعا جوزي ما بيحبش الاكلات الدايت تمام. الحاجات التانية دي تمام هنكملها مقليه، بس انا وريتكم بس الفكره ان انا باكل كل المقليات ازاي بنفس الطريقه دي. سمبوسه بقى، جلاش، اي طريقه عايزينها مقليه بنعملها في الفرن لو مش متواجد معانا الاير فراير تمام. وبس كده يا حلوين، دي كانت البطاطس بتاعتنا تمام. بطاطس محمره بس في الفرن تمام. هي لونها مش اتحرق مني يا بنات، هي بس ما طلعتش تحمير. بصوا مقرمشه مقرمشه من بره خالص وطريه من جوه تمام كلها اهي اهي. عايزه اقول لكم تحفه جدا جدا جدا، مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. يعني مش معنى ان هي لونها كده ان هي اتحرقت، لا خالص، هي بس زي ما قلت لكم ان هي ما طلعتش تحمير. بس البطاطس دي عايزه اقول لكم طعمها تحفه. وطبعا الملح والخل اللي احنا حطيناهم في الاول مدينها التمليحه بتاعتها، فانا مش هحط لها اي حاجه. الستريبس بقى لسه قدامه دقيقتين 3 كده، فلما يطلع برضه هوريه لكم. وده يا حلوين الستريبس بتاعنا تمام بعد ما طلع من الفرن اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم استوى تماما تمام، واخد لون تحفه من كل الجوانب زي ما انتم شايفين كده تمام. يبقى احنا كده عملنا ستريبس وبطاطس محمره مقليين بس في الفرن مش في الزيت. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. وده كده الغدا بتاعنا النهارده يا حلوين. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش يا بنات تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس تخلوه على كلمة الكل عشان يوصلكم كل حاجة بنزلها. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم بون ابيتي.